السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. برحب بكل متابعينا على القناة. النهارده إن شاء الله فيديو جديد معانا زي ما أنا وعدتكم بإذن الله. هنفتح النهارده إن شاء الله للحمام، وهنشوف الحمام وهو خارج بإذن الله، وهصوره لكم واحدة واحدة بحيث إن أنا أعرفك أنا بعد كده ضربت الحمام إزاي على إنه يدخل ويخرج العشة، وإن شاء الله وصلنا لإيه. إحنا شايفين هنا في الأول كده يا جماعة، هنا بفتح الباب عادي خالص أهو الشباك، بنفتح عادي خالص للحمام ونشوف بقى هو خارج ان شاء الله. احسن حاجه تعملها عشان الحمام عندك يخرج من العشه ويدخل من غير ما يحصل عندك اي خسائر او اي فقد في اي فرد حمام، لازم انت الاول بتجهز عشه حمام كويسه، بحيث ان يكون عشه الحمام دي متقفله كويس ومحبكه كويس جدا من جميع الاتجاهات، ما يكونش فيها اي مكان خالص ان يدخل قطه او يدخل فار او عرسه او اي حاجه من الحاجات اللي بتخوف الحمام دي. تاني حاجه لازم ان انت بتختار الحمام او السن المناسب اللي انت هتبدا تدخل فيه الحمام في العشه دي. يعني انا مثلا عندي حمام السكات دي يعني ما ينفعش اخرجه خالص، لان الحمام ده لو خرج هيهرب ومش هيجي. او عندي حمام مثلا شاريه من واحد، الحمام ده كان صاحبه ده بيطيره عنده، بس انا جايبه عشان افرخ منه واخد منه زغاليل. فافضل عمر ممكن انت تبدا تاخد الحمام ده وتخرجه الحمام البطش. الحمام البطش ده يا جماعه بيبقى حمام زغاليل تحت الاهالي، لسه الريش بتاعه بدأ ينبت كده، بس يقدر يعتمد على نفسه، يقدر ان هو ياكل نفسه ان شاء الله. لو انت حاطط له اكل ممكن يعني يعاند معاك شويه كده وما ياكلش، بس يوم والتاني باذن الله ويبدا ياكل. في نفس الوقت انت بتتابع الحمام ده، لانه لو عاند اكتر وما اكلش ممكن ينشف عندك ويموت. فانت بتجيب الحمام البطش ده وتبدا تحطه في ارضيه عيشه الحمام عندك عادي خالص، وتحط الاكل والشرب وكل حاجه وبتتابع الحمام. لو انت لقيت ان الحمام ده بدا ينقر كده وياكل ويلقط لوحده من الاكل، اتاكد ان الحمام ده ان شاء الله مش هيخس عندك ومش هيحصل له حاجه. احنا بنسيب الحمام ده يا جماعه، الحمام بيفضل في ارضيه العشه حوالي اسبوع او 10 ايام، بيبدا بعد كده الجناح بتاعه يكمل، فبيبدا ينقل ويتنطط مثلا في قلب العشه. انت بتبقى عامل له مثلا فاص كده معلقها، او بتبقى حاطط له مثلا جرادل او اي حاجه اللي هي الاماكن اللي هيخنن فيها الحمام بعد كده او هيعشش فيها. الحمام بيبدا يطلع في الاماكن دي ويبدا يتحرك من مكان لمكان لحد ما بيجي له وقت كده بيروح جاي طالع على الشباك او واقف على الشباك اللي انت فاتحه، بيبدا يقف هو عليه. ممنوع ان احنا نهش الحمام، ممنوع ان احنا نستعجل على خروج الحمام، ممنوع ان انت تخوفه باي شكل من الاشكال. العكس، انت بتفتح زي ما انا بفتح كده باب العشه او الشباك اللي الحمام هيطلع منه من الخارج، بحيث ان انا بفتح الباب ده وبعد كده بروح اقعد في مكان بعيد خالص اتابع الحمام. لو انا لسه عندي الحمام في الارض ولسه يعني في اول يوم وتاني يوم واول اسبوع كده ما بيطلعش على الشباك اللي انا فتحته ده، ولازم اسيب له الشباك بتاعه يكون فيه قاعده زي دي كده بحيث انه يقف عليها، او بيبقى فيه اي حاجه وقفات يقف عليها بحيث انه يقف براحته ويستكشف المكان. ويفضل يا جماعه زي ما احنا قلنا في تكوين العشه ان العشه تكون كلها من الخارج او اغلبها معمول بسلك، عشان الحمام يقف على السلك ده ويبدا يكتشف المكان براحته وبمزاجه كده بدون اي تخويف او بدون اي ان انت مثلا تخوفه او ترعبه او تخليه مثلا يكش من حاجه معينه. الحمام في الحاله دي بيقف مرتاح خالص، بيبدا ياخد على المكان براحته. بعد كده انت لما بتفتح باب العشه او الشباك اللي هيخرج منه بتراقبه من بعيد، بتلاقي الحمام بيطلع ينقل يقف على الشباك ده. ممكن اول يوم ما يتحركش خالص من فوق العشه، ممكن يقف على الشباك يا دوبك يطلع كده فوق العشه من فوق، ما بيتحركش ما بيبعدش خالص. هنا انت تعرف ان الحمام بتاعك ماشي صح، مفيش مشكله خالص. لكن انا النهارده لو انا جبت حمام مثلا مش بطش، حمام كبير، الحمام ده اي نعم ما شافش جو قبل كده خالص وما ترباش وانا مربيه عندي، بس كنت حاطه في عشه مقفوله ورحت فاتح الشباك مره واحده، الحمام ده يا جماعه بيبقى فيه نسبه فقر. ليه بقى؟ الحمام ده بيبقى له طريقه معينه ان انت لازم تاخد بالك منها. ايه هي؟ انا بنقل الحمام بتاعي اللي هو ما شافش جو خالص وما راحش مانيش شاريه من عند اي حد، الحمام ده متربي عندي بس انا كنت قافل عليه، بحطه في عشه زي اللي انا عاملها دي كده يا جماعه، كلها ملفوفه بسلك من بره، حواليها من الجناب كلها ملفوفه، والشباك بتاعي مقفول عادي خالص. وابدا بعد كده ان انا اسيب الحمام يقعد في العشه دي شهر شهرين ثلاثه على حسب ما انت تطمن كده، بس مش اسبوع ولا اسبوعين، لان اسبوع او اسبوعين الحمام ده ممكن يخلع او ممكن يمشي منك او ممكن يخرج ويتوه. انا بسيبه حوالي شهر مش اقل من شهر، وابدا بعد كده افتح الشباك واقف بعيد في مكان بعيد خالص الحمام مش شايفني فيه، او في مكان الحمام يعني ما اكونش انا قريب منه بحيث انه يخاف مني، واقف اراقب الحمام بتاعي. هتلاقي الحمام بيطلع يقف على الشباك، بعد كده يبدا يطلع مثلا على اي عرق خشب كده يكون طالع، او على مكان عالي جنبك او فوق العشه نفسها، بيبدا يستكشف المكان هو كده. عندما الحمام خرج ودخل وعرف الطريق لوحده بدون اي مشاكل وبدون اي خسائر خالص،
ان شاء الله الحمام ده اطمن ان هو باذن الله حتى لو في الاول لو مشي الحمام من عندك وبعد وعانى في الرجوع وقعد يوم او اتنين ان شاء الله ممكن يرجع. انا يا جماعه اول ما عملت كده كان في عندي حمام، انا قلت اجربه برضه. الحمام ده كان كبير يعني حمام بيطير وكل حاجه، بس اول ما خرج هو الحمام لما خرج واستكشف المكان مشي بعيد، في اول ليله يعتبر ما باتش فيها في العشه خالص، ما ظهرش اصلا تاني. بس الحمد لله تاني يوم لقيت الحمام رجع وعمال يلف حوالين العشه وواقف وعايز يدخل، فانا طبعا فتحت الباب، فالحمام اللي جوه خرج معاه وبدأ يتأقلموا مع بعض تاني، والحمد لله الحمام كله كمل ودخل تاني العشه مره ويوم ورا يوم ورا يوم، الحمد لله لحد ما الحمام كله اتعود على الدخول والخروج. فانت اول حاجه عشان ما نروحش بعيد عن الموضوع، الافضل لك انك تجيب الحمل البطش ده او الحمل اللي انت هتطيره او تعوده على الطيران، تدخله عندك بتسيبه زي ما احنا قلنا في ارضيه العشه اسبوع، هو بيبدا ينقل كده من مكان لمكان لحد ما يطلع ويتعود لوحده. طيب لو انت مثلا عندك قفص كده يا جماعه، ممكن نعمل قفص او سلكه كده. السلكه دي طبعا سلك من جميع الاتجاهات، وتبدا الزغاليل دي بتاخدها من تحت اهاليها وهي بطشه ايضا، ممكن تحطها فوق العشه ساعه كده بس ما يكونش في الشمس، ساعه الصبح وساعه اخر النهار بعد ما يكون كل وكل حاجه بعيد عن مواعيد الاكل ويكون اهاليه اكلته. بتاخد الحمام ده تنشره فوق العشه عندك بحيث ان هو يستكشف المكان ويعرف المكان كله، بحيث ان هو بيكون يعني في الذاكره عنده كده بيكون فيها كل معالم المكان اللي هو فيه، بحيث ان هو ايضا يبقى يعني مقدار الفقد بتاعه او ان هو يخلع او ان هو مثلا يتوه منك دي تبقى ضعيفه جدا. فدي طريقه حلوه جدا للتدريب. فطبعا اما بالنسبه للحمام الكبير او الحمام اللي انت مثلا لو انت جايب شبابات او جايب حمام شغال او انت عندك عشه الحمام وعايز تبدا الحمام يدخل ويخرج من العشه عندك علشان يبقى حر وعشان يطير وعشان تبقى صحته كويسه، انت في الحاله دي بتعمل زي ما انا قلت لك كده، بتدخل الحمام بتاعك في قلب العشه دي وهي مقفوله شهر، والعشه تكون بقدر الامكان مفتحه من جميع الاتجاهات بسلك. الحمام بيبدا يستكشف المكان ده ويبدا يعرفه، تبدا بعد كده تفتح له بالراحه، وانت بتفتح الحمام تبعد بعيد عنه خالص، تبعد عن الشباك خالص، تسيب الحمام يدخل ويخرج. لو الحمام بات بره ولا حاجه ليله او ليلتين ما تقلقش، ان شاء الله في الغالب هيرجع ومش هيتوه منك. كده يبقى احنا وصلنا لدرجه حلوه مع الحمام. بتبدا انت بعد كده عايز تعود الحمام بتاعك بقى على ميعاد معين، ماشي، عايز تفتح له كل يوم ويخرج مثلا من الصبح لاخر النهار ويخرج بره ويلف هنا وهنا ويرجع تاني، مفيش مشكله. بس الحمام ما دام اتعلم وخد فكره عن الدخول والخروج على العشه ان شاء الله انت بتطمن الحمام بتاعك مش هيضيع. طب نيجي بعد كده بقى الحمام ده لما يشتغل باذن الله، اول ما بيشتغل الزغاليل بتاعته بتبقى في قلب العشه جوه، الزغاليل دي بتنزل من العين او من القفص اللي هي فيه وتبدا تاكل مع الاهالي في الارض زي ما احنا شايفين كده، ويبدا اهاليها ياكلوها، هم بيبداوا بعد كده بيطيروا مع الاهالي، الاهالي هنا هي اللي بتعلمهم، هم اللي بياخدوهم معاهم بيروحوا ويجوا معاهم، ان شاء الله بتكون عشه محترمه، عشه حمام فيها جوزين حمام محترمين كويسين باذن الله، يطير معاك ويدخل ويخرج وتبقى الحمام صحته كويسه. في النهايه اتمنى يكون الفيديو عجبكم، شكرا لكم على المتابعه، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.